بيت من الشعر للمتنبي يقال عنه أنه أكذب بيت وأصدق بيت. يقول المتنبي: بعيني رأيت الذئب يحلب نملة ويشرب منها رائبا وحليبا. أما عن كونه أكذب بيت، فهل الذئب يستطيع أن يحلب نملة؟ وهل لدى النملة حليب أصلا؟ وأما عن كونه أصدق بيت، يقول المتنبي: كنت في أحد أسواق الكوفة بقرب امرأة فقيرة تبيع السمك، فجاء إليها رجل غني فاحش الغنى عليه سيم الغنى والكبر، فسألها بكم رطل السمك، فقالت: ب5 دراهم يا سيدي. فقال: بل بدرهم. فقالت له باستعطاف: يا سيدي، السمك ليس لي ولا أستطيع أن أبيعك إلا بهذا الثمن. فقال: زني 10 أرطال. وعلى الفور أخذت تزن له 10 أرطال طامعة منه أن يعطيها 50 درهم، فأخذها ورمى عليها 10 دراهم، فنادته ولم يلتفت فدمعت عيناها. قال: فناديته أنا فلم يلتفت ومضى. فأنشد المتنبي قائلا: بعيني رأيت الذئب يحلب نملة ويشرب منها رائبا وحليبا. فهذا الرجل هو الذئب، وهذه المرأة هي النملة. صورة شعرية صادقة، وما أكثرها في زماننا.